الارجنتين وبصوا باذن الله تعجبكم. واخيرا كاس العالم تخضع وترضخ وتطيع ليونيل ميسي. ليونيل ميسي يجيب للارجنتين كاس العالم الثالثه في تاريخها. قبل ما تكمل الفيديو انزلوا اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. كاس عالم مميزه، كاس عالم فريده من نوعها، كاس عالم ليها طعم خاص بالنسبه لليونيل ميسي وبالنسبه لينا كمشجعين. خلينا نبدا بان احنا لينا كمشجعين، الواحد الصراحه كان على اعصابه، اللي كان بيشجع ميسي وكان بيشجع الارجنتين. انا ذات نفسي كنت متدمر امبارح. الماتش كان بيجي ويروح ويروح ويجي بطريقه غريبه جدا، تقريبا من امتع النهائيات في تاريخ المونديال. ماتش 3-3 ويتلعب بضربات الجزاء. الماتش الصراحه يعني ما كانش حد يتوقعه بالسيناريو ده. انا ذات نفسي كنت متوقع الماتش مش هيبقى فيه جوان كتير، قلت هيخلص 1-0 2-1، يعني فرقه هتجيب جون والتانيه تدافع، ولو الفرقه دي قدرت تغلب شويه تجيب جون كمان تعادل، يا هتجيب يا مش هتجيب. وان مبابي يجيب هاتريك ويرقص واخر دقيقه الكوره بتاعته اللي هو كان هيجيبها قبل ما الحكم يصفر على طول، كان هيجيب سوبر هاتريك وكان هيخلص على الماتش. الصراحه في اللقطه دي انا قلبي وقع في رجلي. ولا كمان اللقطه اللي قبليها اللي هو الاثنين داخلين على مارتينيز، بس مارتينيز يقدر يصد تصدي خرافي، وحرفيا ده تصدي البطوله. يعني لما انا شفت الكوره دي قلت ده ان شاء الله يكون تصدي البطوله لما الارجنتين تكسب. اما بقى بالنسبه لميسي فكاس العالم ده كان حاجه تانية خالص. 18 12 2022 تاريخ هيتحفر في التاريخ، تاريخ هيتحفر في ذهن ميسي والارجنتين، وكل واحد بيشجع ميسي والارجنتين. فيها جمله عجبتني جدا امبارح قريتها، وهي ان ميسي على كتافه الضغوطات بتاعت الشعب الارجنتيني، وباقدامه فرحه الامه وفرحه كل الناس اللي بتحب ميسي. ليونيل ميسي اللي كان قرر قبل كده يعتزل اللعب الدولي بعد ما خسر نهائيين كوبا امريكا وبعد ما خسر نهائي كاس العالم 2014، لما رجع يلعب تاني في ناس طبعا قالت ده رجع في كلامه وبيستهيفوا كميه الضغوطات اللي كان عدى بيها. ليونيل ميسي بعد ما خسر 3 نهائيات ومفيش حد يقدر على الضغوطات دي، وخصوصا ان هو لاعب ارجنتيني، كل الجماهير الارجنتينيه دايما بتعايره بمارادونا، تقول له مارادونا جاب لنا كاس عالم، انت ما جبتلناش حاجه، انت مع فرقك بتتالق بس معانا كمنتخب ارجنتيني انت ما قدمتلناش اي حاجه. ليونيل ميسي بعد كل ده يقدر يجيب لهم كوبا امريكا 2021، يقدر يجيب لهم الفايناليزما، يقدر يجيب لهم كاس العالم 2022. الجمهور الارجنتيني رغم ان هو مش بيسمي ورغم ان هو جمهور قاسي جدا، قرر قبل البطوله دي ان هو كله يتكاتف وكله يكون ايد واحده ومجموعه واحده ورا ميسي. المنتخب كله كل اللعيبه بعد اي تصريح، المدرب ذات نفسه مش بيقدر يستحمل ماتش مليان مشاعر وكاس عالم مليان مشاعر واحاسيس مختلفه جدا. الحمد لله القدر والنصيب واستجابه لدعواتنا ان الارجنتين تقدر تكسب كاس العالم. ميسي بعد كاس العالم ده قال للناس خلاص خلصت، يعني انا جبت كاس العالم، مش هتقدروا تعايروني باي حاجه، مش هتقدروا تعايروني باي لقب، مش هتقدروا تقولوا عليا اللعيب التاريخي والاسطوري بس اللي محققش اي حاجه لبلده. لا، ميسي جاب كل البطولات الممكنه لبلده وجاب كل البطولات الممكنه مع الانديه اللي هو لعب ليها. ديبول بعد الماتش كان بيقول لو في حد غبي او حد احمق يعني وعنده شكوك ان ميسي الافضل، فلا خلاص بعد كاس العالم وبعد النهائي ده ميسي سكت الجميع وكل حاجه وضحت، ميسي افضل لاعب في التاريخ. بخلاف ميسي وبخلاف المنتخب الارجنتيني اللي كله لعب بروح عاليه جدا، من اول الفاريز اللي كان بيضغط وبيلعب بروح فظيعه لحد مارتينيز، بس في 3 لعيبه عايز اختصهم في النهائي ده. كنت عايز اتكلم اول واحد دي ماريا، انخيل دي ماريا اللي مفيش نهائي كبير قدر يكسبه الارجنتين الا وكان ليه بصمه. من اول 2008 لما الارجنتين جابت ذهبيه الاولمبياد، انخيل دي ماريا كان جاب الجون، انخيل دي ماريا جاب الجون بتاع كوبا امريكا، جاب في الفايناليزما، جاب في نهائي كاس العالم. دي ماريا اللي انا شايف الاعلام او ان احنا ذات نفسنا مش بنديله انصاف كافي ليه. دي ماريا عمل ماتش كبير جدا وكان على اعصابه، يعني شوفوا كميه المشاعر اللي بيلعب بيها، حتى لما طلع وقعد على الدكه، يعني اظن بكميه العياط دي لو هو كان في الملعب كان استحاله يشوط ضربه جزاء، يعني ده شيء مستحيل اصلا ان هو بالاعصاب دي ويقدر يشوط. دي ماريا لعب بروح كبيره جدا وفعلا رجل النهائيات والماتشات الكبيره. وتاني لاعب طبعا لازم اتكلم عليه هو ايميليانو مارتينيز. ايميليانو مارتينيز عمل تصدي البطوله، قدر يصد الكوره في اخر دقيقه واثناء الماتش وفي ضربات الجزاء اللي هو معظم ضربات الجزاء رايح معاها. الحارس اقول ان مستعد اضحي ومستعد ان انا اموت عشان خاطر ميسي، فعلا اثبت كلامه وعمل بطوله كبيره جدا، كان سبب رئيسي ان الارجنتين تكسب كاس العالم. وتالت واحد معانا هو كيليان امبابي.
كيليان امبابي وهو عنده 24 سنه يجيب هاتريك في كاس العالم. كيليان امبابي وهو عنده 24 سنه خلال 14 ماتش في كاس العالم يجيب 12 جون. امبابي طبعا هيعدي، يعني مفيش شك ان هو هيقدر يعدي الهداف التاريخي لكاس العالم. امبابي في مسيرته كلها دلوقتي جايب 200 وحاجه جون وهو عنده 24 سنه بس. الحمد لله طبعا ان هو امبابي ما قدرش يجيب جول اكتر من كده. لعيب جاب هاتريك لمنتخب في كاس العالم، يعني ما يقدرش يقدم اي حاجه لمنتخبه اكتر من كده. الحمد لله الماتش ده بقول ان هو لعب من اول الدقيقه 70، بس الحمد لله يعني ان الماتش خلص على كده وارجنتين كسبت. بس مش معنى ارجنتين كسبت اللي احنا ننكر اللي عمله مبابي، لازم نقدم له كل التحيه وكل التقدير على اللي عمله في النهائي ده. عنده 24 سنه بس وبالعقليه دي وتقبل الخساره واخد الجايزه وبيبتسم عادي جدا. امبابي لو فضل بالاستمراريه دي اكيد هيكون واحد من اكبر اساطير كره القدم. بعد النسخه الاستثنائيه من مونديال قطر لازم نشكر دوله قطر على حسن الاستضافه والتنظيم. محدش كان يتوقع ان كاس العالم هيطلع بالعظمه والفخامه دي. مش هقولك على مستوى التنظيمي بس، انما كمان ككوره وكفنيات كان في ماتشات ممتعه جدا ومثيره جدا، وحصلت مفاجات كتيره في كاس العالم ده غير طبعا التوهج العربي اللي حصل في المونديال ده لمنتخبات زي السعوديه وتونس والمغرب قدرت توصل لنص النهائي. بس كل الحاجات اللي فاتت دي كوم وكوم تاني خالص لقطه ميسي وهما بيلبسوه العبايه العربيه الخليجيه قبل ما يرفع كاس العالم. بعد كده لما الناس تحب تدور على كاس العالم اللي ميسي اخده لاعب وصوره لاعب يعتبر الافضل في التاريخ، هيدوروا ويكتشفوا ان هو ده في مونديال قطر على استاد لوسيل. وكمان لما يشوفوا صور هيلاقوا ميسي وهو لابس العبايه العربيه الخليجيه وهو بيرفع كاس العالم. فدي الصراحه كانت حركه صايعه جدا من منظمي قطر. وبعد شكر دولة قطر على المونديال ده المليان بالمشاعر والاحاسيس، لازم نشكر ميسي ان هو خلاها لحظة موثقة في حياتنا كلنا. يعني الواحد بيعيش احلى لحظاته ان ميسي اخد كاس العالم. وبالنسبة لي انا فرحتي ما تتوصفش، اللي هو لما قررت ارجع اعمل فيديوهات عن كاس العالم كان كاس العالم بتاع قطر 2022 اللي ميسي اخد فيه المونديال، فده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. فانا احب اشكر كل واحد اتفرج على الفيديوهات ودعمني وشجعني، سواء بالرساله سواء بتعليق سواء قال لي كلمه حلوه. شكرا جدا ليكم. ودي كانت اخر حلقه من مزمزه في المونديال. اتمنى تكونوا اتبسطتوا واتمنى ان انا اكون عملت تغطيه كويسه للمونديال. بشكركم من قلبي وانتظروا جديد شديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.